صار صاحب العزبه قفل العزبه وخد ولاده. احمد غير مسؤول على الفرق الجماعيه ولا غير مسؤول عن الكوره، وتحملوا المسؤوليه ونشكركم جدا. نادي عظيم عندهم بيوقعوه، والوزير امبارح طلع لي صورته امبارح مع محمود الخطيب. في نادي فيه مصيبه والوزير امبارح رايح اهو. اتفضل امبارح. لكن انا اتمنى كل واحد يشيل مسؤوليته، واتمنى ان السيد وزير الشباب يعرف ان نادي الزمالك ده مش نادي شركه، ده مش نادي يعني صغير، ده مش نادي جديد فتح في منطقه جديده، ده نادي تاريخه اكبر مننا واكبر من المستشار واكبر من الوزاره نفسها. وهتعامل بصوره النادي، ولو رديت هنزل البلاعه دي وهبقى في الاخر بضر من شكله وهيبه النادي ده. بس في الاخر الموضوع زاد عن حده، احنا كاسره في الاخر انا يمكن الراجل ده مسخرنا ان احنا شغالين خدامين في النادي. يعني لو كلمني في التليفون وعرف ان انا في مكتب المحاماه وان انا مش في النادي، دي بتبقى مشكله كبيره بيني وبينه. في الاخر كل بني ادم عنده طاقه. انا راجل كان والدي في السجن وكنت بروح احضر الماتشات وبحضر التمارين وما اشتكيتش. بس في الاخر كل بني ادم عنده طاقه. احنا مش هنحارب لوحدنا ومش هنحارب على الكرسي ولا على المكان، لان في الاخر مفيش حد مخلد. لكن اديكوا شايفين هنبتدي نجيب حقوق النادي. دي الطريقه اللي احنا على فكره بنجيب بيها حقوق النادي. مرتضى منصور عمره كان هادي وعمره ما كان كيوت وعمره ما كان بيجيب بالحق بالدبلوماسيه. الراجل ده انتوا اللي خدتوه عشان هو قائد. لما نيجي ياخد حقه بقوه زي الموقف بتاع اتحاد الكوره بتاع القيد، قلنا اصل دي مشكله شخصيه ما بينه وبين اتحاد الكوره، اصل هو يعني غلط فيهم. احنا بنحارب عشانكم. عمرنا ما حصل لنا، عمرنا ما دخلنا في صراع شخصي بسبب مصالحنا ومصانعنا وشركاتنا وبتاع. ما عندناش اي خناقه غير الزمالك. بس في الاخر مش هينفع نتخانق طول العمر، ومش هينفع يعني نطلع من مشكله نقع في مشكله. في الاخر احنا اللي بنتاثر، احنا اللي بنتاثر كاسره، احنا اللي بنتاثر كسمعه. انا دخلت المكان ده متطوع عندي 32 سنه، كنت فرحان، شرف ليا ان انا امسك فرقه الكوره في نادي الزمالك. ما كنتش احلم العب في الناشئين. انا دلوقتي داخل في 38 سنه. في الاخر لعيب جاب جول بيتقال علينا انجح ناس في الدنيا. كوره جت بره الجول انا فاشل وبتاع عمولات وبتاع صفقات وعزبه وبتاع. فانا شايف ان ده وقت مناسب ان وبشكر طبعا المجلس، الناس كلهم محترمين يعني فعلا رجاله فعلا عندهم وصف. لكن انا اتمنى كل واحد يشيل مسؤوليته، واتمنى ان السيد وزير الشباب يعرف ان نادي الزمالك ده مش نادي شركه، ده مش نادي يعني صغير، ده مش نادي جديد فتح في منطقه جديده، ده نادي تاريخه اكبر مننا واكبر من المستشار واكبر من الوزاره نفسها. فكل واحد يشيل مسؤوليته. وانا عن نفسي يعني زي ما احمد لسه كان بيقول هتكلم في حاجه اخيره، عشان انا عايز بعد ما نمشي ما يحصلش اللي حصل السنه اللي فاتت. تيجي لجنه ما تعرفش كتير تشاور علينا تقول اصل القضايا اصل الحاجات اصل ما كناش نعرف. انا عايز اقول على حاجه. المستشار لما تولى في 2014 كان في قضايا في الفيفا بقالها 10 سنين. كريم الحسن ومندومه واجوجو كل الناس دي سددنا القضايا بتاعتها. وفي البيزنس والناس اللي فاهمه في البيزنس وفاهمه في الماليات دي اثرت على حاجات ثانيه. فاضطريت ما اعرفش ادفع مرتب خالد وطيب، اضطريت ما اعرفش ادفع مرتب جروس عشان دفعت 5 و6 مليون دولار ممكن نطلع تخطيطهم للعيبه او اكتر. اللعيبه ما اتدفعش فلوسها بقى 10 سنين او اكتر من 10 سنين لمجال السابقه، ومفيش ولا جهه رقابيه سالت اي حد من الناس دول. انا سعيد ان احنا باللي احنا عملناه. حضرتك عملت اللي عليك،
احنا عملنا اللي علينا، المجلس بشكرهم على كل حاجه، لكن في الاخر دي رياضه، وانا بشكل شخصي انا مش ما عنديش مبررات اقولها للراجل الاجنبي، مش عارف اقول له ايه. لو فلوسه اتاخرت، عندي مشكله في الحسابات، مفيش بني ادم في اللي قاعدين دول ما عندوش حساب في البنك. ابسط حاجه، نادي الزمالك ما عندوش حساب في البنك، مش عايز احول فلوس قسط لنادي اشتريت منه لعيب، مش هعرف. عايز احول عقد تسويه قسط، مش هعرف. عايز احول فلوس رسوم تقاضي، مش هعرف. مش هعرف احل ازمه البنوك. لو كهرباء بكره الصبح عايز يدفع الفلوس هيروح يحطها في حساب مقفول. احنا مش هنحارب لوحدنا، لازم يكون في دعم من الوعي من الاعضاء والجمهور، لازم يبقى في رغبه عند السيد وزير الشباب ان هو يبقى بيقف في مسافه واحده. انا عايز اعرف دور وزاره الشباب ايه في تطوير الكوره، عايز اعرف دور اللجنه الاولمبيه ايه في تطوير الكوره، عايز اعرف دور رابطه الانديه. في 500 واحد بيتكلم لكن ولا واحد بيحل. انا بشكر حضرتك وبشكر الناس اللي موجوده. طبعا احنا هنفضل خدامين للنادي طول عمرنا، لكن نتمنى يعني الناس تقدر اللي احنا فيه، ونتمنى الاحسن للزمالك لان الزمالك يستاهل احسن من كده. لا، نادي الزمالك خلاص وقع. وزير الشباب خلص على نادي الزمالك. كلام واضح. قلت انا بقول لك وقع، ما تعملش كده، انا بقول لك وقع. تعالى ادفع مرتبات الموظفين. يا راجل ده اشبونج الاول عامل فيديو بيقول خدت فلوسي. حسين نبيل ما قدمش الفيديو. عندك الفيديو ده يا ابني؟ عندك صور الوزير في النادي الاهلي امبارح؟ نزلها لي برضه. تمام؟ دفعنا القسط الاولاني اللي الواد المفروض ملوش فلوس، جه القسط الثاني اتحجز علينا. القيد هيتوقف. نادي سبورتنج لشبونه حاطين فلوسه عشان شغاله، ما عرفناش نحولهم عشان محجوز علينا. لا، النادي وقع والكل بيتفرج. نادي عظيم عمدا بيوقعوه. والوزير امبارح طلع لي صورته امبارح مع محمود الخطيب. في نادي فيه مصيبه والوزير امبارح رايح اهو. اتفضل امبارح. وحسن مصطفى هذا الغراب اللي لما بيجي تحصل مصيبه اتفضلوا. الوزير مبسوط بيضحك وسايب نادي ما فيهوش جنيه. لو قلت له في القيد يا استاذ يقول لك دعمها. دعم ايه؟ اختصار. مش ده هشام، مش ده الاخ هشام برضه يكل اللي جوه النادي الاهلي بيشتمنا اهو. اتفضلوا الصوره اللي بعديها. مش ده ايمن يونس يقول عليها شطان؟ مش دول رموز النادي؟ مش دول المليونيرات اللي خربوا النادي؟ اللي كلهم لحم كتافهم من خير النادي. امير ده لما اتحايلت على وزير الداخليه موجود، حبيب العدل، اتحايلت عليه عايز في ماتش عشان خاطر يقبل استقالة امير قبل ما يستلم. قال لي طب روح لحسن بعد ساعتين. قال لي لا مش عارف اللي هو حسن الرحمن موجود عايز في ماتش. قلت له مكتبه. قال لي ده ابن ناس، احنا عايزين حد ابن ناس، انت ليه عايز تمشي؟ قلت له لا 2008 اللي بيقولوا عليه اتفصل. قال لي هتدفع 148,000 جنيه. قلت له ادفع بشتري ابني. ولما حصلت احداث 25 يناير امير قال لي عايز ارجع الشرطه عشان البلد واقعه والامن اختل. خدت رحنا لمحمود وايدي، كل دول عايشين. كان وزير الداخليه عشان يرجع. اللي عمال يقول عليه وفاتح شركه ومش عارف ايه والعزبه. باختصار شديد قرارنا الان سياده الوزير مش من حقك تحل المجلس ولا تجمد ولا تجيب قائد من الاعمال. ثانيه واحده. ثانيه واحده. هو حضرتك كنت جبت قائد باعمال مكان عمرو فاروق لما اللجنه الاولمبيه طلعته بره شهرين؟ ولا انت بتترعب من الخطيب؟ سؤال واضح وجاوب.
انت قلت عن ده عمرو فاروق رئيس مكتب تنفيذي عن مكان رئيسي لاختصاصات. حضرتك طلبت من النادي الاهلي تعيين قائم باعمال عمرو فاروق لما كان بره؟ ما حصلش. وحضرتك طلبت مننا السنه اللي فاتت دي كلها تعيين قائم باعمال مكان اللي هو الجهود اللي مشي؟ ما حصلش. هو في ايه؟ انت مالك؟ ايه اللي تعبك؟ ده بجد في ايه؟ بحملك المسؤوليه قدام مصر. انا مرتضى منصور صاحب العزه، خدت ولادي احمد وامير وسبنا النادي. احنا عاملين في النادي، ورينا هجيب فلوس منين؟ ولما النادي يخرب روحوا له قولوا له انت اللي اتعمدت تعمل كده. والكل كان بيتفرج، كل همه كل يوم جواب. من مين؟ من بتاع الشاليهات. كل يوم قائم باعمال. ادي مجلس الاداره اهو، اللي العيال كاتبين قبل ما يجي مجلس الاداره خد قرار بعزل مرتضى منصور. لا انا لما اخترت رجاله مخلصين، واللي ما جاش هو الوحيد اللي مش مخلص، لانه عارف هو عامل ايه، وعارف انه كان على اتصال بالوزير كل يوم عشان يجي مكانه. لكن الكل كلهم رجاله بلا استثناء. لواء علاء، احمد داعش، احمد مرتضى، خالد، كابتن جمال، لواء علاء، مريم، مستشار محمود، بسام، حتى البنات ارجل منكم عشان مخلصين لناديهم ورئيس النادي، وعارفين ان لما مرتضى منصور يمشي، مش عايز اقول انا بقى لا اقول لكم النهارده مرسى مطروح بتاع الاتوبيسات قال مش هروح مش هعمل. باظت مرسى مطروح. الراجل بتاع التغذيه قال اخد فلوس مقدم. عرفت بقى المصير، عرفت بقى ان النادي بيتدمر. النهارده لما تيجي سبورتنج لشبونه الفلوس اللي اتحجز عليها في البنك اللي كانت راحه بتاعت شيكابالا هيتوقف في البيت. هتجدد لاعبين ازاي؟ هتجدد لهم ازاي؟ لعيبه السله اللي طفشت قبل ما اجي، هو اسمه ايه ده ولا المطفيره ده اسمه ايه؟ انس ده مش ماشي من قبل ما اجي انا ومتماضي مع محمد مسرحي والواد الثاني وفي مطفيره ثانيه. انتوا ادوني فلوس هشتريه ماشي؟ يا جماعه احنا في خراب. نادي كان في ثانيه واحده طلع 40 مليون جنيه يلعب كاش مش لاقي جنيه. مين اللي عمل؟ الكل بيتفرج. باختصار شديد، لو فكرت ارفع قضيه في القضايا في الاداره، دليل ان انا مش متكالب على المكان، ان انا ما رفعتش لغايه دلوقتي. لان في هم كنت شايله عشان الجماهير وعشان الاعضاء. انما انا مسؤوليتي اقول تاني اهو، الاربع ملفات هيترجموا تاني. هو لو تفتكروا لما رفضت الاعتذار وان انا اصل غرامه كهرباء وانسى قضيه نادي القرن اتحبست عليها مباشره. لما خدنا القرار بالاعتذار عن اسمها دي سوبر المرمطه، سوبر قله الادب، ثاني يوم العزل. طب مين يقدر يشتغل بالطريقه دي؟ عشان ايه؟ مين فينا بيقدر؟ مش فينا بيقدر. اقول تاني، انا لو مش حابب المكان ده اقدم طلب لمجلس الاداره فورا. انا ليا 30 مليون و500 ادهم، تمام؟ وليا 151 مليون عايزهم فورا. انما اللي خد فلوس 3 4 مرات حاجز علينا. وبعدين طلعت في التلفزيون 4 حلقات كل يوم اقول يا جماعه الحقونا النادي، وكل بيتفرج. الناس تقول لك ايه؟ بكره الخطيب هيتحبس. خد 228 50 سنه هيتحبس. والرقابه الاداريه شدت هيتحبس. انا اللي اتحبست. ممدوح عباس البنتين ولا 3 اللي توفوا الحقن بتاعته والاراضي اللي بيصبر عليها، كل هذا بكره هيتحبس. انا اللي اتحبست. سياده رئيس الجمهوريه المحترم، في حاجه غلط في البلد، من فضلك. كل الناس دي بتحبك. 90% او 95% من جماهير الزمالك بتحبك وبتحترمك. وانا قلت قبل كده انا سند، انا في ظهري بلدي سند، عمري ما هكون شوكه. انا سقطوني في الانتخابات بالتزوير المفتوح، تاني المفتوح، محدش يعرف يكسبني في نظام ولا في نادي الزمالك بامر الله والناس اللي هناك واعضاء الجمعيه العموميه. ومع ذلك كنت ممكن اروح برلمان دولي.
لان كنت عاوز هيئه برلمانيه دوليه من سنه 2023 سنه ما رحتش عشان سمعه بلدي، عشان الكلام الهربانه اللي يزيد شتيمه في الارض لما بيحبسهم هم خونه، ولما يجي قاضي يحبسني يقول لك هذا القضاء العظيم. اتصال صاحب العزبه قفل العزبه وخد ولاده. احمد غير مسؤول على الفرق الجماعيه ولا امير مسؤول عن الكوره، تحملوا المسؤوليه ونشكركم جدا. لا اخ احمد هو ماسك ملف التوبه، هو هو لازم التوبه بيكلم الشركه الاسبوع اللي فات قال له انتوا قاعدين ولا ماشيين؟ رئيس ناديك قاعد ولا معزول؟ النهارده انتوا فين بتاع الشكل الاجتماعي بتوع الاتوبيسات اهو، قال له مش هنطلع الشركه مش هنطلع ياكل اقعد مش هتهزر اقعد بقول لك اقعد مش هتهزر خلاص الهزار خلص. حملوا المسؤوليه كلكم جماهير واعضاء جمعيه عموميه. صاحب العزبه ساب العزبه مخدره. تاني انا اخر شهر دافع المرتبات ودافع كل حاجه وشيلوا المسؤوليه. تاني اعضاء جمعيه عموميه لما تيجوا تلاقوا الامن مشي والعمال مشي والنادي بقى فيه مزبله، واللي عايز يخش يخش واللي عايز يبلطج يرجع يبلطج تاني، والمدير الفني مشي عشان مرتبه وكله مشي، خلي الوزير يبقى فرحان هو ومحمود الخطيب. فكرني بروسيا لما كان بالتالي كانت اسمها روسيا الاتحاد السوفيتي، لما جه جورباتشوف خلص عليه وفدته بقى 6 دول وامريكا بقت الدوله العظمى. بعد ما كنا بنقول الاهلي راس براس وصلنا لمرحله عيل اسمه عبد البيعي يقل ادبه على الزمالك والزملكاويه محدش عمل له حاجه. خالد مرتجي يقل ادبه على الزمالك والزملكاويه محدش عمل له حاجه. عارفين ليه؟ عشان هم اطمنوا. رئيس نادي اتحبس، رئيس النادي اتعزل. نشكركم، احنا اعضاء عاملين في النادي تحت امر النادي في اي وقت. واقول لكم تاني مسؤوليتي في رقبتي، ال4 ملفات يروحوا الفيفا ويروحوا الكاس ان شاء الله. شكرا.